استقبل الملك محمد السادس مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية. ويتعلق الأمر بولاة بالإدارة المركزية: السيد سمير محمد تازي والي كاتب عام لوزارة الداخلية، السيد محمد فوزي والي مفتش عام للإدارة الترابية، السيد حسن أغماري والي مدير الشؤون الانتخابية، السيد عبد الحق الحراق والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات. عمال بالإدارة الترابية: السيد محمد علي حبوها عامل إقليم سطات، السيد جمال خلوق عامل إقليم برشيد، السيد عادل المالكي عامل عمالة المحمدية، السيد الحسن بكوتة عامل إقليم بن سليمان، السيد سمير اليزيدي عامل إقليم قلعة السراغنة، السيد محمد ضرهم عامل إقليم سيدي إفني، السيد إبراهيم أبو زيد عامل إقليم صفرو، السيد هشام المدغري العلوي عامل إقليم خريبكة، السيد حميد شنوري عامل إقليم بركان، السيد محمد سالم الصبتي عامل إقليم شتوكا آيت باها، السيد نور الدين أوعبو عامل إقليم فجيج، السيد محمد رشيد عامل إقليم الصويرة، السيد منير هواري عامل إقليم سيدي بنور، السيدة بشرى برادي عامل عمالة مقاطعة عين الشق، السيد عبد المؤمن طالب عامل إقليم اليوسفية، السيد عمر المريني عامل إقليم الحاجب، السيد محمد باري عامل إقليم طاطا، السيد يونس الخويلدي عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط، سلة القنيطرة، السيد والعيد المسافر عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة، تطوان، الحسيمة، السيدة حنان الرياحي عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش، آسفي عامل بالإدارة المركزية، السيد عبد الله العلوي عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية. وخلال هذا الاستقبال أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك. حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.